خيمت حالة من الحزن الشديد على شوارع مصر ومواقع التواصل بعد مصرع 19 فتاة وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة في محافظة المنوفية في حادث مروري مرعب، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن عملهم. وقد غطى الحزن كفر السنابسة التي تحولت إلى مأتم كبير، حيث خرج أهالي القرية في مشهد مهيب لتوديع بناتها في نعوش مصطفى بمسجد القرية ويزفون الفتيات إلى مثواهن الأخير. وشهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون ومحافظة المنوفية أمس الجمعة حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، مما أسفر عن مصرع 19 فتاة وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن عملهم وفقا لوسائل إعلام مصرية. خرجت جنازات 18 فتاة بشكل جماعي في مشهد مهيب أثار التعاطف والحزن بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ألقت قوات الأمن القبض على سائق الشاحنة المتسبب في الحادث. نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ببالغ الحزن والأسى فتيات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية الليلة لقن ربهن في حادث أليم أدمي قلوبنا وفي صباح اليوم على طريق الدائري الإقليمي، وأسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق وإصابة آخرين. إنا لله وإنا إليه راجعون.